للفن عنوان. قناة للفن عنوان. Press like, share it, and subscribe to the channel to catch every new release. ما بين السطور، حلقة 4. لا يا مروة بقى، مش معقول الكلام اللي انت بتقوليه ده. يعني تبقوا عايشين في امان الله وتناموا وتصحوا يبقى خلاص مش طايق البيت باللي فيه ولا طايقك؟ ازاي بس يا مروة؟ اقنعيني. حتى انت كمان يا منى مش هتصدقيني. صدقيني زي ما بقولك كده بالظبط. ما كانش فيه اي حاجه تماما بيني وبين ايهاب، وتاني يوم لقيته مقلوب ومش طايق نفسه ولا طايق البيت باللي فيه. يا بنتي ده بيشوف حاجات مش طبيعيه. اهدي بس يا مروة، اكيد ايهاب متعصب عشان ضغط الشغل عليه. ما هو مش معقول هيبقى من باب للطاقة، اكيد في حاجة واكيد في سبب. عمر ما ايهاب كان بيدخل مشاكل الشغل عندنا في البيت. دايما بيعرف يفصل بين الشغل وبين البيت. لا لا يا منى، لا، الموضوع مش كده خالص. قربي منه يا مروة، قربي منه واعرفي منه واحدة واحدة ايه اللي مضايقه. مش يمكن انت عملتي حاجة وانت مش واخدة بالك؟ ما عملتش اي حاجه خالص، وانا متاكده من اللي انا بقوله. يا بنتي ده دايما بيشوفني مش حلوه، ودايما بيشوف الدنيا مكركبه وبيشوف حاجات غريبه انا بحس ان ايهاب اتجنن. لا 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 لا، ده انت يا بنتي ايقونة في الشياكة والجمال، وطول عمره بيحلف بكده. اهدي كده يا مروة وان شاء الله كل حاجة هتبقى تمام. ها، ما قلتليش ايه رايك في المكان؟ مش انا قلتلك سيبي لي نفسك بس، انت مالكيش دعوه. لا بصراحة المكان جامد، بس مش المكان بس اللي جامد. طب جامد قوي كده. طب ايه، جاي ولا الدور الجاي؟ يعني في حد في حياتك ولا ايه؟ لا طبعا، انا مش مرتبطة ومفيش حد في حياتي. اصل انا ليا مواصفات خاصة جدا في شريك حياتي، انا غير اي حد، وعايزة حد كده مختلف تماما. طب ما نسمع. ثواني. الو. ايه يا فندم. انا كنت حاجز باسم ايهاب عبد الحميد. ايوه، شكرا، مع السلامه. شكلك بتحب صاحبك قوي. طبعا، ايهاب ده صاحبي من زمان وانا بحبه، وعلى فكره شخصيه طيبه جدا، بس الموضوع فيه سر غامض وانا لازم افهم. يا بختك يا مستر ايهاب، واخد اهتمام خالد كله. لو زي ما بتقول ما كنتش هبقى معاك هنا ولا ايه؟ هاي مستر إيهاب، ايه الأخبار؟ انا الحمد لله يا دكتور، بس فعلا انا محتاج اطمن. لا عال يعني التحاليل، الإشعاعات بتاعتك اكس رايز كويسة، شوية هيدك شوية نوزيا، بس كلها في النورمال افريج. متقلقش يا راجل، انت زي الفل. بجد؟ طب يا دكتور ايه السبب يا دكتور في الارهاق والتعب والصداع اللي بيجيله بطريقه غريبه دي، مع ان الاشعاعات والتحاليل كلها سليمه؟ انا فعلا دايما بكون مرهق وتعبان وما بكونش بركز في اي حاجة. تفتكر تكون المشكله في ايه يا دكتور؟ انا شايف يا مستر إيهاب ان الموضوع ما هوش ميديكال، ما هوش طبي قوي يعني. انا شايف انه ما عندكش حاجة اورجانيك سيفير قوي. لا، ممكن تشوف اتجاه تاني، نتحرك في اتجاه تاني هيكون افضل اكيد. بالظبط كده زي ما توقعت. الحمد لله ان احنا طمنا عليك يا ايهاب. انا كنت قلقان جدا،
بس الحمد لله انا كنت متأكد ان الحمد لله مفيش حاجة. اه كويس ان كل حاجة تمام. ايه يا ايهاب، انت لسه تعبان ولا ايه؟ يعني شوية دوخة كده. معلش يا خالد، بس ممكن توصلني لحد البيت؟ عشان انا بس مش عارف مالي، مش عارف في ايه. الحمد لله على سلامتك يا ايهاب. ده كلام ده يا خالد؟ يعني تيجي لحد البيت وما تدخلش تشرب حاجة؟ تعالى تعالى يا خالد، ادخل، ما انتش غريب، تعالى. يا مروة، خالد معايا. والله. تعالى يا خالد، تعالى ما تتكسفش، فيه ايه؟ ده انت حماتك بتحبك بقى. تعالى تعالى اتفضل. الله 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 الله، ايه الحاجات الحلوة دي؟ ده انا شكلي جيت في وقتي. الحمد لله يا ايهاب انك تعبت وخليتني اوصلك لغاية البيت. اتفضل يا خالد، بالهنا والشفا. الله يهنيك يا مروة. لا لا لا، ده كده زي الفل قوي. الحمد لله انا شبعت. حقيقي حقيقي الاكل جميل. انا مش بجامل على فكرة يا مروة. لا، الاكل زي الفل. تسلم ايديكي. ربنا يكرمك يا خالد، ربنا يجبر بخاطرك. ايه يا ايهاب، ما تكمل اكلك. اكل ايه اللي اكمله يا مروة؟ هو ده اكل؟ ما كفايه كده بقى وتطبيل. فضحتيني. ده انت تسد نفس الواحد عن الجواز. اوعى تتجوز يا خالد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ كفاية يا ايهاب، كفاية. وليه كفايه؟ وليه كفايه؟ ولسه في هناك لسه ما شفتهاش منك يا ايهاب. ما تعليش صوتك عليا وتكلمي بطريقه احسن من كده. ايهاب انت انت كمان، فاهمه؟ انت مجنون. في حد يعمل كده في مراته؟ ما تقولش مراته، ما تقولش مراته يا خالد من فضلك. كل اللي بينا خلاص انتهى. انا رايحه على بيت بابا، ولو سمحت ورقتي توصل لي. انت مش ممكن تكون طبيعي، انت غبي. كل اللي انت شايفه ده مش موجود اصلا. كل حاجه كويسه وزي الفل، والست مش مقصره في اي حاجه، والاكل فعلا حلو. ايهاب، الموضوع كده بقى خطير، ولازم نفهم فيه ايه بالظبط. ما بين السطور.